الأمور الخاصة بالخليج المقبلة. ثم الحديث بأهمية المنطقة المركزية العسكرية اللواء توفيق قد تفقد اليوم عناصر قوات التأمين في ميدان التحرير. وفي الإسكندرية وقعت اشتباكات بين مواطنين وأعضاء من تنظيم الإخوان المسلمين بمنطقة العصافرة والمنتزه خلال مسيرات شارك فيها أعضاء التنظيم عقب صلاة الجمعة. وكان أنصار تنظيم الإخوان قد نظموا مسيرات بمنطقة المنظرة شرق الإسكندرية، حيث امتدت المظاهرات إلى عدد من الشوارع بمنطقتي المنظرة والمعمورة، وتسببت في تعطيل الحركة المرورية خاصة على كورنيش الإسكندرية. وفي المقابل انطلقت مسيرة مؤيدة للقوات المسلحة من مسجد القائد إبراهيم، حيث رافق